ضابط بتتحول حياته للجحيم بعد ما بيبدأ تحقيق في جريمة قتل خطيرة. يا ترى ايه اللي هيحصله؟ ده اللي هنعرفه في فيلم النهاردة. بيبدأ الفيلم بأم قاعدة بتحكي لبنتها الصغيرة قصة عن الأسد اللي منع الحيوانات كلها ان هم يدخلوا العرين بتاعه، ولما فكروا في يوم يدخلوا اصطادهم كلهم. وبتكون الأم اللي بتحكي القصة دي اسمها ماضو، وفي نفس الوقت ده بيوصل جوز ماضو اللي بيكون اسمه باري وشغال مساعد مفتش في اسم الشرطة، وبيكلم مديره وبيقوله المدير ان المحامي قاله ان هو هيجي مع المجرم للمحكمة تاني يوم الصبح. بس باري بيعترض وبيقول المفتش ان هو وصل ليه وهيجيبه هو معاه. وبيظهر باري وبيكون قاعد في كافيه في مكان منعزل وقدام المجرم اللي هو بيراقبه. ولما بيروح له باري بيفضل المجرم ده يتريق عليه وبيقوله ان هو ممكن يديله مشروب هدية، وبيضحكوا كلهم عليه. بس باري بيتعصب وبيمسك المجرم وبيفضل يضرب فيه. وبعدها بيجوا افراد العصابة بتاعت المجرم اللي بيكون اسمه رام، وبيحاولوا كلهم ان هم يضربوا باري، بس بيكون باري قوي جسديا وبيقدر ان هو يمسك رام ويغلبه. ووقتها بيسخر منه وبيقوله لو كان عايز مشروب مجانا. وبعدها بيرجع باري لبيته وبيقابل ماضو مراته، وبيسمع صوت بوجي بنته بتنادي على امها. ولما بتعرف ان ابوها جه بتقوله بوجي ان امها بتحكي قصص مملة جدا، وبتطلب منه ان هو يحكي لها القصة بدل امها. وبيقول لها باري ان هو هيغير هدومه ويجي يحكي لها قصة جميلة جدا. وبتسأله ماضو عن شغله وبيقول لها ان كل حاجة تمام. وبعد ما بيغير هدومه بيحكي لبنته قصته هو وامها. وبيفتكر لما كان في شغله في مركز الشرطة وجاله اتصال من بنته وقالت له انها خدت رقمه من سجلات المستشفى، وقالت له ان امها مريضة ومحتاجة نقل دم ضروري. وبتديله عنوان المستشفى بما ان فصيلة دمه او سلبي ودي فصيلة نادرة جدا. ولما بيوصل باري للمستشفى بيكلمها بتقوله انها مشغولة جدا ومش هتقدر تقابله، وبتطلب منه يسأل الممرضة على اسم امها وبتقوله الاسم. وبيروح باري وبيتبرع بالدم. وبعدها بيرجع الاسم وبيقابل هناك صاحبه، وبيقوله ان هو اتبرع بالدم النهاردة. فبيقوله صاحبه ان بيجيله اتصالات كتير جدا وبتكون الاتصالات دي مزيفة، وان اللي بيتصلوا دايما بياخدوا الدم وبيبيعوه بمبالغ كبيرة جدا. وبيقوله ان في رقم اتصل بيه الصبح وطلب منه ان هو يروح يتبرع. ولما بيشوف باري الرقم بيلاقيه رقم نفس البنت اللي كلمته الصبح. ووقتها بيعرف ان هو اتنصب عليه، وبياخد صاحبه وبيخليه لما يروح المستشفى يتصل بالبنت. وبتقوله البنت ان هو هيروح للمستشفى وانها مشغولة جدا ومش هتقدر انها تقابله. وبيعرف باري انها عملت معاه زي ما عملت مع صاحبه بالظبط. وبيلاقي باري ان الست اللي هيتبرع لها واحدة غير اللي اتبرع لها الصبح. وبعدها بيتصل بالبنت وبيقول لها ان هي نصابة وبتبيع الدم بمبالغ كبيرة. بس البنت بتتضايق منه وبتقفل التليفون في وشه بسرعة. وبعد شوية بتجيلهم الدكتورة وبتقول لهم ان الحالة دي تبع الدكتورة ماضو، وانها شغالة دكتورة تحاليل في مستشفى تانية. وبتقول لهم كمان ان هي بتساعد المرضى الكبار في السن واللي محتاجين، وان المريضة اللي بيتبرعوا ليها ديت مريضة سرطان دم وبتحتاج تغير دمها كل شهر. وبتقول لهم كمان ان مفيش حد بياخد باله من المريضة دي غير ماضو، وان هما في المستشفى بيقدموا كل العلاج مجانا للمرضى اللي ماضو بتساعدهم. ووقتها بيبص باري لصاحبه فبيقوله صاحبه ان هو اتسرع وقال لها انها نصابة. وبيحاول باري ان هو يتصل عليها بس ما بتردش عليه. وبعدها بياخد عنوانها وبيروح للمستشفى، وهناك بيقول لها ان في ضابط مقدم فيها بلاغ علشان نصبت عليه. بس ماضو بتقوله ان هو اللي اتهمها بالنصب، وبيغلط باري وبيعرفها ان هو اللي كان بيكلمها. ووقتها بيطلب منها انها تسامحه، وبيشرح لها كل اللي حصل علشان تقبل انها تسامحه. فبتقوله ماضو ان هي سامحته وهتعزمه على عصير علشان يتبرع بالدم. وبتعدي الايام وبيحب باري ماضو وبيبعت لها الضباط والمشردين يتبرعوا بالدم كل يوم للمرضى اللي هي بتساعدهم. وبيروح باري بعدها علشان يتقدم ليها. فبتقوله ماضو ان ابوها طبعه صعب شوية وممكن ما يتقبلش موضوعهم. وبيروح باري وبيقابله وبيقوله ابوها ان هو هيبعت الرد مع ماضو. وبعد كام يوم بتقابله ماضو وبتقوله ان ابوها رفض جوازهم. وبيظهروا بعدها بفترة وهم بيتجوزوا من ورا اهلها، وبيكون معاهم الضباط اللي بيحبوا باري كلهم. وبعدها بتعيش ماضو معاه بعيد عن اهلها، وبيمر الوقت وبتبقى حامل وبتخلف بوجي، وبيقضوا مع بعض 5 سنين في سعادة. وبتكون بوجي فرحانة بالقصة اللي ابوها قالها لها وبتنام في حضن ابوها وامها وهي مبسوطة. وتاني يوم قبل ما باري يروح شغله بتقوله ماضو ان امها اتصلت بيها، وانها قالت لهم ان في عريس متقدم لاختها وعايزينهم يحضروا المناسبة دي. بس باري بيقول لها ان ابوها مش بيحبهم من وقت ما اتجوزوا. بس ماضو بتقوله ان ابوها هو نفسه اللي حابب ان هما يروحوا هناك. فبيقول لها باري انه هيسلم المجرم للمحكمة وهيطلب اجازة ويرجع لها على طول علشان يسافروا مع بعض. وبعدها بيروح باري للمحكمة وبينشغل شوية، وبيظهروا الضباط وهم ماسكين المجرم رام وهو داخل السجن.
وفجأة بيستغل حد انشغال باري وبيقرب من رام وفي ايده سكينة صغيرة وبيضربه بيها، وبيختفي الشخص ده وبيموت رام قدام المحكمة. وبيجري باري عليه علشان يحاول يعرف مين اللي قتل الشخص ده بس من غير اي فايدة. وبيتصل مدير المركز بالمفتش اللي بيكون مدير باري وبيهزقه علشان منجحش في تسليم المتهم لان هو المسؤول الاول قدامه عن القضية. ولما المفتش بيقفل التليفون مع مديره بيلف الباري وبيقوله ان هو فشل في تسليم المجرم، ولو كان ساب المحامي هو اللي يجيبه ما كانش ده حصل. وبيقوله ان هو ممنوع انه يرجع للبيت قبل ما يمسك المجرم ده. وبيتصل باري بمراته وبيقول لها ان هي تسافر لاهلها وهو هيبقى يجي يوصلها بالليل. وبيبدأ يدور ورا المجرم اللي قتل رام، وبيعرف ان المجرم ده اسمه جاجا وان هو جوز اخته وبينتقم منه. وبيوصل باري لصاحب جاجا اللي قتل رام وبيهدده، وبيعرف منه مكان جاجا وبيكون الليل دخل عليهم. وبتكون ماضو وصلت بيت اهلها الصبح وبيكونوا فرحانين جدا بيها، وبتقول لهم ان بالليل جوزها هيجي ياخدها. وبعدها بيجوا اهل العريس بالليل وبيتفق ابوها معاهم على الفرح. وبتحاول ماضو ان هي تتكلم مع ابوها بس ما بيرضاش انه يرد عليها. وبتقوله ماضو ان هي سعيدة مع جوزها بس ابوها بيرفض يكلمها وبيسيبها وبيقوم. وبعدها بتروح الام علشان تكلم ابوها بس بتشوفه قاعد مع بوجي حفيدته وفرحان بيها جدا، وبيقلع سلسلة من رقبته مقدسة وبيديها لها علشان تحميها. وبتقول بوجي ان هي عارفاه وان هي عارفة ان هو جدها، بس ابوها قال لها ان هو مش بيحبهم. بس الجد بينكر وبيقول لها ان هو بيحبهم جدا وبيحبها هي اكتر واحدة فيهم. وبتفرح ام ماضو لما بتشوف اللي حصل، وبتيجي ماضو وبتقول لها ان هي هتمشي علشان جوزها اتأخر، فبتطلب منها الام تسيب بوجي مع جدها يمكن يسامحهم. وبتوافق ماضو وبتسيب بنتها وبتمشي. وعند باري بيكون وصل للمكان اللي فيه جاجا وبيحاول يقبض عليه، وبيجي جاجا هو واصحابه بيحاولوا ان هم يضربوه بس باري بيكون قوي جدا وبيقدر يتغلب عليهم. وبيقبض على جاجا وبيفتح تليفونه وبيلاقي 26 مكالمة فايتة من ماضو، وبيكلمها وبيعتذر لها وبيقول لها ان تليفونه كان صامت. وبتقول له ماضو انها مشيت وسابت بنتهم عند اهلها، وبتقول انه عمره ما سابها في ال5 سنين ولا مرة، وان اكيد المرة دي لما سابها تسافر لوحدها ان في سبب كبير. وبتقوله ان هي دلوقتي في موقف كوين باد وهتركب وتقابله في ريد هيلز ومش لازم يجي المسافة دي كلها. وبيفضل باري واقف مستنيها في ريد هيلز كتير بس مش بتيجي، وبيقرر ان هو يروح كوين باد. بس لما بيوصل هناك مش بيلاقيها، وبيتفاجئ باتصال المساعد بتاعه اللي بيكون اقرب صاحب ليه، وبيقوله ان المفتش طلب منه يروح ضروري عند البحيرة، القضية مهمة. ولما بيوصل باري للبحيرة بيشوف صاحبه واقف زعلان، وبيقول له صاحبه ان هم لقوا جثتين ولازم يروح يشوفها بسرعة. وبيروح باري وبيتصدم لما بيلاقي جثة منهم جثة ماضو مراته، وبيفضل يعيط وبيصرخ وبينهار لما بيعرف ان هي اتقتلت. وبيعملوا الجنازة وبيكون باري في الجنازة مش واعي لأي حاجة حواليه، وبيفضل أبوها يعيط وبيلوم نفسه وبيقوله إن هو غلطان وإن هو لو سامحها ما كانش حصل لها أي حاجة. وبيخلصوا الجنازة وبتكون بوجي مع جدتها اللي لو كانت مشيت كان مصيرها هيبقى زي مصير أمها. وبعد فترة بيوصل باري لشغله وبيقابل المفتش اللي بيكلمه بيقوله إن جرائم القتل كلها بتحصل بدافع العلاقات الغير قانونية، وبيتهم مرات باري إنها كانت بتخونه وبيقوله إنه مردش عليها وإنه وقتها أكيد دورت على واحد تاني يكون موجود معاها غيره. وبيتعصب باري من كلامه وبيقوم يضربه، وبيدخلوا الضباط وبيحاولوا يبعدوا باري عنه، وبيتصلوا بمدير المركز وبيقول لهم إن هم يوقفوا باري عن العمل. وبيجي صاحبه وبيكون مبسوط إن هو قدر ياخد حقه من المفتش. وبيفضل باري عايش حياته في كآبة كبيرة جدا، وبيبص على بنته اللي بقت تنام لوحدها بعد ما كانت بتنام جنبه هو وأمها. وفي يوم بتكون بوجي هتصحيه علشان تاكل وما بيصحاش، وبتدخل المطبخ وبتطلع علشان تجيب الأكل بس بتقع من مكان عالي. وبيصحى باري وبتعتذر لبوجي وهي بتعيط وبتقوله ان هي كانت جعانة، فبيحضنها وبيعتذر لها. وبيجيله اتصال من صاحبه بيقوله انه بعتله رسالة وبيطلب منه ما يتضايقش لما يشوفها. ولما بيفتح الرسالة بيشوف ان في فيديو الصحافة بتتكلم فيه ان مراته خانته وان اللي كان معاها ده عشقها. وبيرمي باري التليفون وبيتكسر، بس بيدخل ابو ماضو ومعاه امها وبيطلبوا منه ان هم ياخدوا البنت يربوها معاهم، وبيقولوا له ان هم هياخدوا بالهم منها اكتر لغايه ما يبدا ان هو يفوق ويرجع لحياته الطبيعيه. وبيقولوا له كمان ان الصحافه واخدين قتل بنتهم مجرد خبر وبيشوهوا في سمعتها. وبيحكي له ابوها ان زمان في حد اتهمها بالسرقه وعلشان يمشي الراجل اداله فلوس، ووقتها ما اتحملتش ماضو الاتهام ده وفضلت مخصماه لغايه ما اثبتوا براءتها. وبيقولوا ان اكيد روحها مش هتتحمل ان هم يتهموها في شرفها، وبيطلبوا منه يثبت انها كويسة. وبياخدوا بعدها البنت وبيمشوا. وبعدها بيروح باري للطب الشرعي وبيطلب التقرير بتاع التشريح بتاع جثة مراته، وبيقوله انه ضابط في قسم ريد هيلز
فبيتصل الدكتور بالمفتش اللي ايده اتكسرت من ضرب باري ليه، فبيقول المفتش ان باري موقوف عن العمل، وبيطرده الدكتور وبيقوله ان هو واحد كذاب. وبعدها بيمشي باري من المكان وهو زعلان، وبيجيله استدعاء من مدير المركز، ولما بيروح بيشوف المفتش هناك، وبيسمع المدير وهو بيقوله ان هو في اجازة مرضية علشان دراعه. ولما بيدخله باري بيقوله ان قرار وقفه عن العمل اتلغى، وبيطلب منه ان هو يرجع لشغله. بس باري بيرفض انه يرجع، وبيقوله انه هيجيب حق مراته بنفسه لان المفتش اتهم مراته في شرفها، ومن وقتها ما بقاش يثق في البدلة اللي هو لابسها. بس المدير بيقوله ان هو حر، بس هو مش هيقدر يجيب حق مراته، وان هو مواطن عادي وهيعتبروه متهم في كل الاحوال. وبيقوله المدير انه ادى المفتش اجازة علشان عارف انه غلط في التحقيق بتاعه علشان يسلم القضية ليه هو. وبيقوله ان برغم انه لسه ضابط صغير الا ان الدافع الشخصي لان الضحية مراته هيخليه يحل القضية بسرعة. وبيوافق باري وبيمضي على استلام القضية، وبيرجع للبيت وبيقعد يخطط مع صاحبه ازاي هيحلوا القضية. وبيقوله ان الدافع بتاع القتل ممكن يكون بسبب كذا حاجة، اولهم الانتقام، وتاني سبب هو السرقة والفلوس، واخر سبب هو الدافع الجنسي. وبيسأله صاحبه لو كان شاكك في حد من عصابة جاجا هو اللي بينتقم منه وقتل مراته، بس بيقوله باري ان العصابة اتفككت وان جاجا ملحقش يعمل اي حاجة لانه مجرد مجرم محلي مش مجرم دولي كبير. وبعدها بيبدأ باري يبحث ورا كل اهالي المجرمين اللي قبض عليهم، ولما بيكون شاكك في واحد بيكتشف انه مات، وبيرجع يقعد تاني مع صاحبه وبيقوله ان القضية ماشية في اتجاه غلط، وبيقوله ان هم لازم يعرفوا نوع المواصلة اللي مراته ركبتها ورقم المواصلة كمان، ومطلوب كمان منهم يعرفوا هوية الشخص اللي كان مقتول معاها لان مفيش اي حد اتعرف عليه، ولما يعرفوا المعلومات دي هيقدروا يتحركوا في الاتجاه الصحيح. وبيروح باري الموقف اللي مراته كلمته منه، وبيفضل يركب اكتر من مواصلة، وبيعرف من سواق هناك ان المواصلات المشتركة هي اللي بتشتغل بعد الساعة 10، وبيعرف ان مراته كانت راكبة مواصلة مشتركة. وبيجيب تسجيلات الكاميرا لكل المراكب الاشتراكية اللي عدوا من المكان ده يوم الحادثة بعد الساعة 10، وبيجمع كل أرقامهم. وبيقوله الضابط إن تقرير التشريح ظهر، وبيتعصب باري لما بيعرف إن مراته تعرضت للاعتداء، وإن هما كمان كانوا أكتر من شخص، وبيطلب من مركز تاني يجيب له كل أصحاب العربيات اللي ظهروا في تسجيلات الكاميرات. وبيبدأ وقتها يدور ورا الشخص اللي بلغ عن الجثث، وبيعرف إن البلاغ جه من كافيه في مكان مهجور. ولما بيروح هناك بيقابل صاحب الكافيه اللي بيقوله ان اللي قاله على الجثة السواق بيجي على طول عنده علشان يشرب شاي، وان السواق ده اختفى وما بيجيش عنده بقاله اكتر من شهر. وبيديله باري رقمه وبيقوله لو السواق ده جاي يتصل بيه. وبعد ما بيمشي من عنده بيتفاجئ صاحب السوبر ماركت ان السواق جه، وبعدها بيتصل الراجل بباري وبيقوله ان السواق جه عنده، وبيحاول ان هو يعطل السواق علشان باري يوصل، وبيسأله كان فين، وبيسأله هيعمل له شاي ولا لأ، بس السواق بيقوله ان هو تعبان وهياخد حاجة ويمشي على طول. وبيبدأ يتحرك وبيكتب الراجل رقم العربية، ولما بيوصل باري بيقوله الراجل ان هو هيلحقه وان هو ملحقش يبعد عن المكان، وبيديله رقم العربية اللي هو كتبه، وبيوقفوا باري وبينزله من العربية وبيضربه وبيسأله كانوا كام واحد. بس السواق بيعترف له ان هو كان هيدخل الحمام عند البحيرة ويتفاجئ بمحفظة مليانة فلوس، ولما جه ياخدها شاف الجثتين، وان هو راح للكافيه وهو خايف ومرعوب وخد الفلوس اللي في المحفظة وهرب علشان خاف ان هو يبلغ. وبيديهم المحفظة اللي بتكون فيها هوية الجثة اللي كانت جنب ماضو. وبيعرف باري معلومات الجثة وبيروح لمكان شغله، وبيقول الموظف ان الفلوس دي كان الراجل بيبعتها لأمه لأنها مريضة، وان هو كان مسافر يحضر فرح واحدة بيساعدها، وبيشكر له فيه وبيقوله انه شخص كويس جدا وما بيأذيش حد وهو شغال معاهم من 3 سنين، وان هو كان مفقود وما يعرفوش عنه اي حاجة ولسه عارفين انه مات دلوقتي. وبعدها بيروح باري للمكان اللي لقوا الجثث فيه وبيفضل يصرخ لما بيتخيل اللي حصل لمراته. ولما بيرجع البيت علشان ينام بيتفاجئ ان بنته بتتصل بيه وبتقوله ان هي زعلانة ومش عارفة تنام، فبيقول لها باري ان هو هيحكي لها قصة، فبتطلب منه يحكي لها قصة القرد اللي امها حكتها ليها، وبتقوله ان اليوم اللي امها سابتها فيه في بيت جدها حكت لها قصة القرد. وفجأة التليفون قطع من قبل ما تكمل لها القصة، وبيعرف باري ان القصة دي كانت يوم الحادثة، وبيسمع كل احداث القصة من بنته. وتاني يوم بتيجي واحدة ست للقسم وبتبلغ ان في واحد اتحرش بيها، وبيتعصب باري بسبب اللي حصل مع مراته، وبيفضل يضرب الشخص ده وبيرميه في السجن، وبيقول الناس ان مش هو بس اللي المفروض يبقى متضايق، وان لازم الناس كلها تتضايق من اللي بيحصل علشان المجرمين دول يخافوا. وبيجيله صاحبه وبيقوله ان كل السواقين اللي هو طلبهم وظهرت عربياتهم في التسجيلات وصلوا بره، وبيخرج باري يقابلهم وبيوريهم صورة مراته، بس كلهم بينكروا ان هم شافوها، وبياخد عناوينهم وارقامهم علشان يقدروا يستدعوهم في اي وقت. وبيكون فيهم سواق كبير في السن، ولما عرض عليه باري الصورة قاله ان هو شاف صورة مراته في الاخبار. ولما بيمشوا بيكلم باري صاحبه بيقوله على القصة اللي بنته حكتها له،
وبيقوله ان مادو كانت دايما بتحكي القصص من الحاجات اللي بتحصل حواليها. وفجأة بيفتكر باري انه شاف قرد في عربية السواق العجوز، وبيظهر السواق ده قاعد في بيته وهو زعلان جدا، وبيقول لمراته ان هو كان في قسم الشرطة النهاردة، وبيقول لها ان عربيته ظهرت في الكاميرات والوقت ده هو ما كانش بره البيت اصلا. وبيزعق معاها وبيقول لها ان ابنهم اكيد خد العربية وخرج بيها مع الشباب اللي هو بيمشي معاهم. وبيقول لها ان الضابط بيدور على اللي قتل واعتدى على مراته. فبتقول الام ان ابنها ما عملش حاجة وان هو اعتدى على بنته وهو صغير بس مش هيعمل ده وهو كبير. فبيزعق جوزها وبيقول لها ان هي زمان خرجته علشان هو قاصر وان هو دلوقتي بيقعد مع شباب مش كويسين. وفجأة بيخبط الباب وبيتفاجئ الاب ان باري واقف قدامه وبيسأله عن ابنه دهان. فبيقوله الاب ان هو ما يعرفش مكانه وبيطلب منه باري يتصل بابنه، بس بيقوله الاب ان علاقته وحشة ومش هيرد عليه. وبيعرف باري ان الام هي اللي هتجيب ابنها. وفي نفس الوقت ده بيظهر دهان في ورشة تصليح عربيات وبيكون شغال هناك، وبيفضل يتكلم مع صحابه على صاحبه روميو وبيقولوا ان هو معلق بنت صغيرة في المدرسة، بس ما بيفرقش معاهم لانه بعد ما بيشبع من البنات بيجيبهم علشان يتسلوا بيهم. وفجأة بتيجي بنت صغيرة وبتسأل على روميو، فبيكلموا دهان وبيقولوا ان في بنت صغيرة بتسأل عليه. فبيقوله روميو ان هو مش هيقدر يقابلها لانه محتاج فلوس. فبيقوله دهان ان هو هيديله فلوس ويساعده. فبيقوله ان هو يعدي على امه في البيت ويدخل اوضته وياخد الفلوس اللي في الشنطة. وعند باري بيطلب من الام انها تتصل بابنها بس بتكذب وبتقوله ان مش معاها تليفون، بس بتتصدم لما بتلاقي تليفونها بيرن وبيقول لها باري تفتح مكبر الصوت. ولما بتفتحه بيكون اللي بيكلمها ابنها وبيقول لها ان صاحبه روميو هيجي عندهم البيت وان هو هيدخل ياخد حاجة من الأوضة وبيطلب منهم محدش يراقبه، وبيهددها ان لو حد ضايق صاحبه هيقتلها هي وجوزها. وبيوصل روميو للبيت وبيدخل الأوضة وبياخد الفلوس، بس بيتفاجئ بباري وهو خارج واقف وراه وبيضربه. وبيسأله على مكان دهان وبيقول لهم ان هو في الورشة. ولما بيروحوا الورشة بيشاور روميو لصاحبه انه ما يقولش على مكان دهان، وبيفهم الراجل وبيقول لهم ان هو عند المدرسة القديمة. ولما بيروحوا هناك بيطلب باري من ابو دهان ان هو يمشي وان هو مش محتاجه في حاجة تاني. ووقتها بيلاحظ باري ان في كوبايات شاي لناس كتير وبيعرف ان روميو بيخدعه، وبيلف وراه وبيلاقيه بيحاول يهرب فبيمسكه وبيضربه. ووقتها بيظهروا صحابه كلهم وبيكون دهان معاهم، وبيقدر باري ان هو يتغلب عليهم كلهم وبيمسك دهان وبيضربه وبيسأله عن اللي حصل لمراته. وبيحكي له دهان ان هي ركبت معاهم وان هم لما شافوها حلوة بعتوا صورتها لاصحابهم على النت، وان هم اتفقوا ان هم هيضحكوا عليها وخدوها عند البحيرة. ولما صرخت سمع صوتها راجل وجه دافع عنها فقتلوه علشان ما يضايقهمش، وان هم اعتدوا عليها كلهم واحد واحد لغاية ما جه اخر واحد. ولما بدأ ان هو يقرب منها لقاها ماتت بس ما رحمهاش واعتدى عليها وهي ميتة. ولما بيسمع باري اللي حصل لمراته بيتجنن وبيفضل يضرب فيهم كلهم واحد واحد، وبيمسك اول 2 وبيضربهم بحجر كبير على دماغهم وبيموتوا، وبيضرب 2 تاني بسيخ حديد كان موجود في المدرسة، وبيكونوا قدام عيون باري اللي حصل لمراته وبيموتهم هما الاتنين. وبيطلع ورا دهان اللي جري للسطح مع واحد صاحبه، وبيحاول دهان هو وصاحبه الاخير ان هما يضربوا باري، بس بيقدر باري يتغلب عليهم بسبب الغضب اللي عميه وبيقتلهم هما الاتنين. وبيفتكر الجملة اللي قالها للست اللي كانت جاية في قضية تحرش، وهو ان لو كل واحد دافع عن واحدة وتعاملوا مع قضايا الجنس والتحرش معاملة جرائم كبيرة كل مجرم هيخاف، ولو كمان بطل كل محامي يدافع عن المجرمين دول في المحاكم حال البلد هيتعدل. وقال لها كمان ان الستات ما يستاهلوش اللي هما بيتعرضوا ليه، ولازم كل شخص يساعد التاني ان هما يقضوا على ظاهرة التحرش والاعتداء للأبد. ولحد هنا بيكون خلص فيلم النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير وقولولنا في الكومنتات لو في فيلم حابين نلخصه وايه رأيكم في فيلم النهاردة.